دينا، سينا، اخبارك ايه؟ كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبي. ميرسي، انت عارفه بجد. النهارده عيد ميلادي. عقبال 100 سنة. ميرسي يا حبيبتي. يعني هيبقى أحلى تصوير وأحلى يوم اتمنى ذلك إن شاء الله، عشان النهاردة عيد ميلادك، فاحنا عايزين نتكلم في كل السبجكت اللي انتي عايزة تتكلمي فيها النهاردة. انا النهارده اصلا عندي مواضيع كتير قوي عايزه اتكلم فيها. طيب نبتدي بس بأول موضوع. اول موضوع يعني جروب من صحابي اللي هم جيل الثلاثينات هم اللي طلبوا ان احنا نناقش الموضوع ده النهارده في مخمخ، فانا جايه بقى اسير الجدل يا دينا. أنهي بقى موضوع؟ وأنا بحب الجدل جدا. ايوه انا عارفه. أيوة. دلوقتي جيل الثلاثينات بقى فيه ترند كده ماشي، بس انا مش عارفه انت هتوافقي عليه ولا هتبقي شايفاه ازاي. وهو انا حابه اسمي الحلقه دي الحب في زمن الابليكيشنز. ان انت تعرفي تلاقي حد ينفع يبقى زوج مستقبلي او زوجة مستقبلية من خلال ابلكيشن. يعني بالظبط كده، زي ما بنزل على الموبايل الابلكيشن عشان اطلب بيتزا، هنزل على الموبايل ابلكيشن عشان الاقي عريس مناسب او عروسة مناسبة من ابلكيشن. من ابلكيشن. يعني طوروا احنا يعني الصالون، متأخرين بدل شوية. جواز الصالونات بقى جواز الابلكيشن. بالظبط، احنا متاخرين شويه. واضح ان الابلكيشنز دي موجوده بقالها فتره كتير. بس احنا يعني معلش الجيل بتاعنا ما كانش الاي اي واخد حده قوي للدرجه دي. بس انا شايفه انها حاجه مرعبه قوي يا سينا. يعني زمان في جواز الصالونات كنت بتبقي عارفه اللي جاي لك ده ابن مين، وسمع عنه وسأل عنه وكده. دلوقتي بس دي حاجات قديمه قوي. بس انا شايفه دلوقتي الجيل مش مضطر يعمل كده، لان بقى عنده مساحه من الحريه وبقى وحتى جيلنا، ما احنا ممكن نتعرف على بعضينا من الشغل، من النادي، من صحاب في كل حته يعني. مش بس الصالوناتي او حد قريب حد جايب لحد عروسه او عريس. احنا طول عمرنا برضو بنتعرف يعني. حتى الجيل بتاعنا ما احناش برضو كنا قاعدين في البيت مستنيين حد يخبط على الباب. يعني كنا احنا برضو اللي بنتعرف على حد نجيبه لاهالينا ونقول لهم عايزين نتجوز فلان او فلانه. ايوه، بتتعرفي عليه غير لما تاخديه من ابلكيشن. اصل انت الابلكيشن دي بتعملي ايه؟ بتدخلي فيها الداتا، بيقولوا الصوره والمش عارف والشكل والمواصفات وانت عايزه ايه. طيب انت لا عرفتي ده عنده مرض نفسي، ما عندوش مرض نفسي، ايه مشاكله في الحياه، ليه لجأ للابلكيشن، اهله مين، يعني كل حاجه انت مش ما انتش مصدقاها. بصي يعني انا هقول لك وجهه النظر الاخرى اللي اتقالت لي لما انا قلت الكلام ده من الشباب اللي في الجيل ده اللي بيستخدم الابلكيشن. قالوا لي مثلا، هديكي مثال. واحده من صحابي قالت لي ايه، احنا النهارده دخلت على الابلكيشن، تعرفت على حد according للابلكيشن مواصفاته مناسبه، شخص محترم، تعليمه مساوي لتعليمي، حالته الاجتماعيه مساويه لحالتي، ملائمه وهكذا. وبعد كذا مره تشاتنج اتقررنا ان احنا ننزل نتقابل لاول مره. اتقابلنا بس جريئه قوي. ما هو بقى يعني، ما هي اللي دخلت على الابلكيشن عارفه ان في احتمال ان الموضوع يتطور لدرجه انها بس تعرف منين هيتقابلوا. هي نازله تقابل مين؟ ده خطر قوي. وعلى فكره هو مش خطر على البنات بس، ده خطر على الولاد، لان في بنات مضطربه نفسيا وفي بنات مش سويه، يعني ريسك قوي. هي طبعا خطر على الكل. يعني الكنترول على الحكايه دي بيجي منين؟ بس يعني بس وجهه النظر بقى اللي هم بيقولوها ايه، انها مش فارقه، الخطر موجود سواء انت تعرفتي على حد معاكي في الشغل، تعرفتي على حد من النادي، ولا تعرفتي على حد من ابلكيشن، ولا حتى صالوناتي. هو ده اللي هم بيتناقشوا فيه، انه انت النهارده تعرفتي حد زميلك على قد ان هو في الشغل معاكي وكده، لما تيجي بقى تخشي في علاقه اكتر معاه، ولا تنزلوا لوحديكوا وتبتدوا تتعرفوا اكتر، خطر انه يطلع مضطرب هو قائم زيه زي خطر انك هتروحي تقابلي واحد من ابلكيشن او واحده. على فكره احنا مش بنتكلم على بنات بس زي ما دينا قالت، انه خطر ان الشخص ده يطلع مضطرب او سايكو او عنده هوس مثلا، يجي له حاله تجيلها هوس بشخص، حتى لو هو مثلا بعد ما قابلها قرر انها غير مناسبه فقال لها لا خلاص، فضلت هي بقى ممكن تلحقه. يكون بيتسلى، يعني ممكن يكون بيتسلى يعلقها بيه ويمشي، او معرفش يعني. ده اساسي، بس برضو اجان الخطر ده قائم، لو او الريسك ده قائم انه يكون بيعلقها وهو
متعرف عليها من خلال صحابه. بس ايه اللي يضطر الجيل ده او يعني او ناس مقدمة على تجربة جدية ان هي تلجأ للابليكيشن؟ عشان يعني الحياة كلها ما فيهاش، الدوائر كلها صغرت وقفلت. دواير، ثانك يو، ميرسي انك قلتي الدواير عشان الجزء ده يعني مهم انا حاسة قوي بالعكس المناقشه. الدوائر ما صغرتش، الدوائر وسعت. الدواير وسعت والناس معارفها زادت طبعا. يمكن وال الناس الجدية اللي هي عايزة ترتبط بجد قلت. ده اكيد. بس الخطورة بقى ان مش كل اللي داخل الابليكيشن دي جدي. ليه بقى؟ هقولك. في منتاليتي برضو مهما عدى بينا الوقت، انه اللي داخل انا بشوف يعني اللي داخل الابليكيشن دي يتعرف على واحدة، هو برضو مش هيحطها في قالب يعني اتليست هيقول لها ايه على الاقل يعني طب ما انا كان ممكن ابقى حد تاني، تختاري حد تاني، انا بس اللي طلعت لك في الصورة. فهو هيبقى داخل مش حاساه هيبقى جاد قوي، او مش حاساه هيقدرها بالقيمه يعني. لا انا مش حابه موضوع الحب في الابليكيشن ده، مش يعني. بصي هو مش يعني انا لو اهل مش هخلي بنتي مثلا مش عارفه انت ايه رايك، يعني انت لو اولادك عملوا كده او قالوا انا لك. مش انا محتاره بصراحه. يعني انا برضو عندي نفس القلق من الحاجات اللي انتي قلتيها، بس لما بتكلم مع الناس اللي بتستخدم الابليكيشنز اللي هم اجيال اصغر مننا وبسمع لوجهة نظرهم بحسها برضو قائمة لا هي قائمة بس فيها تحتمل. ريسك وفيها خطورة وفيها لا ليها سلبياتها كتير اكتر من ايجابياتها طب لسه. هقولك حاجة، مثلا حد متعرف على حد من خلال العيلة، عريس، والعريس ده عايش بره، فنزل وقابل البنت مرتين تلاتة واتجوزوا، راحت عاشت معاه في الغربة ومعهاش اهلها ومعهاش اي حد. اتليست ممكن في يحصل فيه مشكلة. عليه انا مش بتكلم ان هيحصل بينه مشكله، انا هتكلم انه هو اللي داخل العلاقه كولد او شاب عايز يرتبط ببنت، هو لو جابها من الابليكيشن ده معرفش، مش عايزه اقول ان احنا لسه برضو عندنا الحته الشرقي، يعني مش هيبقى بس هيبقى ده بقى في مجتمعاتنا احنا الشرقيه، بالظبط انه هيبقى شايف ان هو جايبها بالظبط كده، فممكن يعني يبقى انا داخل اسفه في الكلمه بس بيهزر جايبها من على الابلكيشن. بالظبط من اونلاين يعني فاهمه ليه؟ يعني انت واحده دوايرك كلها قفلت فانت طب ما بس مش اكيد يا دينا لو حد عنده الفرصه انه يتعرف على حد من زمايله او من اصحابه ما كانش هيلجأ للابلكيشن. يعني انا شايفه انه اكيد الابلكيشن ده الملجأ الاخير. انا شايفه ان كل واحد يقعد يستنى نصيبه بصراحه يعني شايفه انا بصراحه شايفه يعني انه اكيد في وسط ان شاء الله 100 هيطلع شخص جدي. لا وانا هجرب، يعني انا ممكن يعني اجرب ليه، دي حياتي اجرب انا ليه. انا واحده عايزه ارتبط وعايزه يبقى اكون اسره، او انا واحد ماشي. حاولت وما عرفتش طب ومحتاجه فريدي اكون انت اسره. اتعلقتي بواحد ومشي، ممكن يعني اتعلق بيه فاهمة؟ بره الابلكيشن ويمشي، ممكن يتعلق بواحده وتمشي. ما هو ده اللي انا بقوله، الابلكيشن وسيله زي اي وسيله اخرى للتعارف، ولكن في الاول ولا في الاخر هو ان احنا ازاي نستخدمها بوعي زي اي حاجه هنعملها في حياتنا. والزمن اللي جاي بتاع الاي اي، او مش اللي جاي، اللي احنا فيه بتاع الاي اي والتكنولوجي بيفرض علينا حاجات ما كناش متخيلين ان احنا اصلا عمرنا كنا نتقبلها ولا نستخدمها. مهما قلتي لي انا عقلي رافض الفكره وعامل لها بلوك. يعني انا لو واحده بنت حتى ما اعرفهاش على السوشيال ميديا مش ممكن اعمل معاها، يعني مش ممكن هتجاوب معاها ولا اكلمها في تليفون ولا انزل اشوفها، هخاف. يعني تخيلي بقى ابنك او بنتك وهتتعرف على ولد وتنزل تشوفه وانتي مش عارفه ده مين. لا بجد دي مشكله، يعني مش قادره افهمها، انا قديمه شويه يمكن مش متقبلاها يعني شايفه ان النصيب هيجي وقت ما يجي. يعني لو هي عايزه تتجوز مثلا، لو هي بتدور على حد تتجوزه، لا هيجي لها نصيبها، ما اتجوزتش خلاص، ما هو يعني مش اخر الحياه، يعني مش لازم نتجوز. عايزه اقول لك على مثال، واحده من اللي استخدموا الابلكيشنز كانت قالت لي عليه مثلا، ولما قلت لها طب ما بصي اهو المثال ده بيثبت انه ما ينفعش تستعملي الابلكيشن، قالت لي ان هم فضلوا يعملوا تشاتنج ولقوا ان مستوياتهم مناسبه لبعض وكله تمام، وقرروا انهم ينزلوا يتقابلوا. تقابلوا اول مره
فدفع كل واحد حسابه ومشيوا خلاص على اساس ان اول مره فاتس اوكي. جت تخرج المره اللي بعديها لقيت برضو دفعت نفس الكلام. المره الثالثه اصل هو نسيت خارج المحفظه يتفسح، هو خارج يتفسح حاجه كده طبعاً. اهو. فلما قلت لها طب شفتي اهي ده اكبر دليل عن الابلكيشن، جابت حد اي كلام. فقالت لي بس طب ما ده حاجه ممكن بتحصل من غير الابلكيشن، فده مثال لانه الموضوع ملوش دعوه انت ايه الوسيله اللي استخدمتيها للابلكيشن. يعني ايه حاجه بتحصل من غير يعني انا ممكن عادي اتعرف عن حد عن طريق حد وانزل معاه ويطلع برضو بخيل مش لارج ما يدفعني حسابي وحسابه. فدي حاجه قائمه في كل الاحوال. اجان هي مشكله ان احنا يبقى عندنا وعي لاي حاجه بنستخدمها او بنتعامل معاها. انا شايفه الابلكيشن دي مناسبه لسه للغرب مش لينا خالص، لان هم حتى لو عارفه علاقه يومين علاقه 3 ايام مش داخلين عشان يتجوزوا. والابلكيشنز دي اكيد مش معموله في المجتمع الشرقي، يعني مناسبه لحياتهم اكتر، فاهمه؟ يعني طلع وحش، طلع مش كويس، طلع هيقضي يومين ويمشي، هي هتقضي يومين وتمشي، ما عندهمش مشاكل، حياة بسيطة، يعيشوا مع بعض وبعدين يقرروا يتجوزوا او لا. لكن هنا في مصر عشان اتجوز وابني اسرة لازم البدايات تكون سليمة. بس انتي ممكن تتعرفي على حد بالابلكيشن وبعدين نسأل عليه ونعرف اصله وفصله ونطمن او نسأل عليها. فيعني هو اصلا مش هيبقى، مش عارفة، انا لسه حاطة يمكن الكونسبت الراجل او الشباب في نفس العقلية بتاعت القديمة شوية، مش حاسة ان الدنيا بتتغير قوي. بس لو لقينا حد كويس وجدي سواء من ناحية البنت او الولد والعلاقة تطورت وابتدوا ان الناس بقى خلاص الاهل دخلوا في القصة وسألنا وعرفنا ان الناحيتين ناس كويسين ومحترمين ومفيش مشاكل، يبقى ده يعني اوبشن تاني الناس ممكن تستخدمه في حالة ان هي مش لاقية حد جدي في الدوائر بتاعتها. ممكن نعدلها مثلا انه البنت او الولد اللي بيدخلوا على الابليكيشن عشان فعلا عايزين يرتبطوا ارتباط حقيقي، ممكن ما يبقاش فيه لقاء بره مع بعض لوحدهم. يعني ممكن يبقى دي بترجع بقى للشخص نفسه، يعني مش لازم انزل اول نزوله لوحدي، ما اخد اختي معايا ولا اخد واحد، فاهمه؟ ممكن تبقى ما ده اللي بقوله لك ان احنا نبقى عندنا وعي في استخدامها او يعني نخاف على الامان بتاعنا سواء ست او راجل. يعني ممكن نعملها في الزمن من ده خلال عيلتنا او اهلنا عشان هم هيعملوا لنا بروتكشن مش من وراهم. ممكن لو عملناهم من وراهم كارثه. لا طبعا اكيد كده. انا رايي كده برضه شايفه ان مش اهالي كتير هتوافق، انا ما اظنش، بس ما تعرفيش ظروف كل واحد غير التاني. ممكن. تفتكروا الاجيال الحاليه او اللي جايه هتبقى برضو بتستخدم الابليكيشن عشان تتعرف على شريك حياتها؟ انتوا مع او ضد؟ يا ريت تقولوا لنا، شاركونا تجاربكم لو حد استخدم الابليكيشنز دي للتعرف على حد سواء ايجابيه او سلبيه. حابين نسمع منكم رايكم في الموضوع ده. واحب اوعي كل الجيل الجديد انه الابليكيشن دي خطر جدا عليكم. يا ريت تشاركونا تجربتكم الوحشه قوي اللي انا بتكلم بيها او الحلوه قوي اللي انا بتكلم عليها.